بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. نرحب معكم بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحب بك وبالمشاهدين. حياك الله. دعنا فضيلة الدكتور نتحدث اليوم عن الموت وما بعد الموت، وما ورد في القرآن وفي السنة عن الموت بشكل مفصل. بداية شيخنا، ما هو التصور الشامل الذي أوردته لنا الشريعة عن الموت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قضية الموت هي من أعظم حقائق هذا الوجود، وعندما نقول بأنه حقيقة فالحقائق كما ذكرنا من قبل في أكثر من حلقة هي حالة موضوعية لا علاقة لها باعترافنا أو عدم اعترافنا بها. فالموت حقيقة ماثلة، وإن كان هذه القضية لا ينكرها حتى الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة، لكنهم يؤمنون حقا بأن هنالك موت. نعم. وبالتالي هي يتفق عليها الجميع، ليست قضية محل جدل. فكما أن الحياة حقيقة كذلك الموت حقيقة، والله سبحانه وتعالى خالق الأمرين، كما قال الله تبارك وتعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهنالك الحياة التي نعيشها بمراحلها المختلفة، كذلك هنالك الموت بحقائقه كذلك المختلفة. والقرآن الكريم اهتم بهذه الظاهرة، ظاهرة الموت، لأنها من الظواهر الكبرى في هذا الوجود، وترسم كذلك محطة من المحطات الأساسية لهذا الإنسان. فالإنسان في تمرحله وسيره إلى الله سبحانه وتعالى يمر بعدة مراحل. يمر بمرحلة ما قبل الولادة، وبمرحلة التشكل في الرحم، ثم مرحلة الولادة، ثم المراحل المعروفة: طفولة، ثم شباب، ثم كهولة، ثم شيخوخة، ثم بعد ذلك الموت طبيعة الحال. هذه الحقيقة القرآنية، هذه الحقيقة الوجودية ركز عليها القرآن لأهميتها في التصور الذي يعني يبني عليه الإنسان مستقبله. فمثلا السؤال الكبير اللي الإنسان يسأله: ماذا بعد الموت؟ فلو جئنا مثلا نقول بأن والله وضعية الموت في التصور الإسلامي هو ضمن الأسئلة الكبرى، من الأسئلة الكبرى التي لا بد من أن يسألها الإنسان، وهي: من أين جئت؟ وكيف أعيش؟ ولماذا أعيش؟ وإلى أين أنا صائر ما بعد الموت؟ فالقرآن يتناولها في هذا السياق، ويتناولها باعتبارها حقيقة تشمل الكل. فالله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. فالموت له مذاق، وكل شيء هالك إلا وجهه. فهذه الحقيقة الوجودية يتناولها القرآن الكريم يمكن وردت من خلال مفردات مختلفة، ماضيا ومضارعا وأمرا وصفة مشبهة وغير ذلك، 165 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك عندنا كم كبير جدا من الآيات القرآنية تتناول هذه الحقيقة الكبرى. ثم أيضا كان القرآن الكريم يرقق من خلال الموت قلوب البشر، يذكرهم بأن والله هنالك موت، ثم يربط هذا الموت بقضية مهمة جدا في التصور الإسلامي، وهي الإيمان بالآخرة. أي ما بعد الموت ليس أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهى الموضوع، لا، كما كان يقول الدهريون من قبل، إنما هي حياة نعيشها بشكل فيه مسؤولية. ونفى الله تبارك وتعالى عن هذه الحياة أنها خلقنا فيها عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالموت مرتبط بالرجعة، الموت مرتبط بالمصير، الموت مرتبط بالمسؤولية، الموت مرتبط بالمساءلة في الآخرة، الموت مرتبط بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم والتصور الإسلامي عموما يتناول الموت في هذه الصورة، يتناوله في صورة أن والله هذه الحقيقة التي يقر بها كل إنسان على وجه هذه البسيطة، وهي شاملة طبيعة الحال بالنسبة لنا، ستكون شاملة للكل. الفناء الكوني سيكون كل شيء في هذا الوجود يفنى إلا ما شاء الله. إذن القرآن الكريم عندما يتناول هذه الظاهرة التي هي محل اعتراف الكل، يتناولها من زاوية المصير إلى الله سبحانه وتعالى. أي ما بعد الموت ليس كما قبله. كما أن هنالك
تمظهر معين في الحياة، تتشكل هذه الحياة في أشكال متعددة، كذلك يتشكل ما بعد الموت في أشكال أيضا متعددة. يبقى السؤال ما هي حقيقة الموت؟ ما هي حقيقة الموت؟ باختصار شديد جدا، حقيقة الموت هي لو جئنا إلى هذا الإنسان نجد أنه مركب من أمرين أساسيين، مركب من مادة أصلها الطين أو أصلها التراب، ومركب كذلك من الروح. الروح تنتمي إلى عالم الأمر، والمادة تنتمي إلى عالم الخلق. والله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. طيب، طبعا كثير من الناس أحيانا يستشهد بقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح، ويتصور أن القرآن هنا ما أجاب عن الروح، أجاب عن الروح ولكن في حدود ما يمكن أن يكون متاحا لهم. فالله عز وجل أجاب على قضية مهمة جدا، أن الروح تنتمي إلى عالم الأمر. قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. طيب، سيأتي هنالك سؤال: ما هو الفرق بين عالم الأمر وعالم الخلق؟ إيش نحن نقول والله الجانب المادي في الإنسان ينتمي إلى عالم الخلق، والجانب الروحي ينتمي إلى عالم عالم الأمر. عالم الأمر يصعب قياسه مقداريا، ويصعب كذلك أن نقول بأنه متحيز في إطار معين أو زمان معين. الآن المادة يمكن أن تقاس، المادة يمكن أن تقاس كمقادير. الروح لأنها في عالم الأمر أو تنتسب إلى عالم الأمر قياسها صعب، وكذلك إدراكها بالشكل المادي أيضا فيه صعوبة. فعلى كل، الروح تنتمي إلى عالم الأمر وإلى عالم الملكوت، تنتمي إلى عالم الملكوت. وعالم الملكوت طبعا أوسع بكثير من عالم الخلق. عالم الخلق هو مظهر من مظاهر عالم الملكوت. ملكوت الله سبحانه وتعالى وما يصدر في هذا الوجود من مظاهر هو شيء بسيط جدا من ملكوت الله سبحانه وتعالى. فالروح واحدة من عالم الملكوت، وهي من عالم الأمر، لا من عالم الخلق. ولذلك عالم الخلق يمر بالفناء، يمر بحالة الفناء والعدم. عالم الروح لأنه من عالم الأمر، الراجح أنها لا تخضع للعدم والفناء، ستنتقل. الجسم يموت ويفنى، والروح تخرج من هذا الجسد لتبدأ مشوار جديد. وبالتالي عالم الأمر أوسع في زمانه من عالم الخلق. فعالم الخلق المادي قد يعيش الإنسان 70-80 سنة، لكن روحه بعد أن تخرج ستظل ممتدة في عالم آخر. هذه باختصار. فالموت في حقيقته مفارقة الروح التي هي من عالم الأمر للجسد الذي هو من عالم الخلق والمادة. وبهذه الصورة هذا الانفكاك الذي يحصل بين الجسد والروح هو الذي نطلق عليه الموت باختصار. جميل. طيب، ماذا ينبغي على المسلم تجاه فكرة الموت؟ هل الإسلام أمر واضح في هذا؟ بلا شك، الإسلام له تصور يكاد يكون يتجاوز فيه كل التصورات الأخرى. فإذا كانت التصورات الوضعية تحديدا تنتهي بالإنسان إلى فكرة الموت كفكرة عدمية، بمعنى أن الإنسان يموت ويتلاشى وانتهى الموضوع، وحركة الكون مستمرة، ليس هنالك شيء بعد الموت. ولذلك الملاحدة ما يتعب أنفسهم لسؤال ما بعد الموت، هذا السؤال المصيري الذي هو يجيب عن معنى الإنسان. مجرد أن تقول بأن والله الإنسان مثله مثل الحيوان، يموت وليست هنالك عليه مسؤولية، مثله مثل الجماد، يتلاشى ويفنى، جعلته حالة عدمية. والله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان كائنا مكرما، ومن تكريمه أنه جعله كائنا مسؤولا. فالموت يبعث في الإنسان مسألة المسؤولية، والله أنا بعد الموت هنالك حساب، هنالك مساءلة، هنالك ثواب، هنالك عقاب، هنالك خلود ما بعد الموت. إذا كانت حياتنا هذه حياة محدودة بآجال محددة وسنين محددة، فإن العمر الأخروي أو العمر ما بعد الموت الذي سيكون إن شاء الله ما بعد المرحلة البرزخية، فإن التصور الإسلامي ينظر إليها بأنها حالة أبدية خالدين فيها أبدا. فإما أنك ستذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض،
وإما ستذهب والعياذ بالله إلى جهنم، كذلك فيها أيضا الخلود. فحالة ما بعد الموت تصورنا لها إنها هي حالة حياة جديدة وبطريقة جديدة وبقوانين جديدة، تتبدل كل القوانين، تبدل كل ما ولذلك نحن نقول فيما يتعلق بتصورات ابن آدم عما بعد هذه الحياة، إن لم يكن تصورا غيبيا إيمانيا من خلال النقل لا يمكن أن يتصورها من خلال العقل. يعني قوانين العقل قوانين قوانين دنيوية. ولذلك الشيء الوحيد الذي يعالج للإنسان مشكلاته في تصورات ما بعد الموت هو أن يتلقاها عن الوحي. فالله عز وجل أخبرنا بأن والله ما بعد الموت هنالك الكثير من القضايا، هنالك المرحلة البرزخية، هنالك مرحلة البعث، هنالك مرحلة الحشر، هنالك مرحلة الكتب وتوزيعها، هنالك مرحلة الموازين وما فيها، هنالك مرحلة العبور إلى الجنة أو النار، هنالك مرحلة الخلود، ثم ما بعدها في مرحلة الخلود نفسها هنالك توصيف هائل جدا عن أهوال جهنم والعياذ بالله، وهنالك أيضا تفصيل كبير جدا عن نعيم الجنة وما فيها، ثم هنالك المنتهى والختام العظيم في التصور الإسلامي في قضية رؤية الله سبحانه وتعالى. إذا أنت ما بعد الموت تستصحب معك كل هذه القضايا، وبالتالي لما كان الأمر كذلك فإن موقف الإنسان المسلم للموت هو من خلال ألخصهم في حالتين. الحالة الأولى أول يقينهم وإيمانه بحقيقة الموت وحقيقة البعث، هذه مسألة مهمة جدا. يعني هو كما يؤمن بأن والله سيموت يوقن أنه أيضا سيبعث، هذه قضية مهمة. النقطة الثانية يؤمن بأنه سيكون مسؤولا، أي سيكون مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كنت والله أنا سأبعث وكنت سأكون مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا يبقى التحدي الأكبر هو الاستعداد لهذا اليوم، الاستعداد لهذا اليوم. ولذلك عرف كثير من العلماء موضوع التقوى بأن واحدة من مفرداته الاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد ليوم القيامة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حتباء محمول. إذن الاستعداد لهذا اليوم هو الواجب الشرعي الذي تحتمه علينا الشريعة. شكرا لك شيخنا. طيب ماذا بعد الموت؟ دعنا نبدأ بأحداث قبض الروح. من يقبض الروح؟ وهل هنالك فرق بين مؤمن وفاجر ومسلم وغير مسلم؟ نعم، بالنسبة لموضوع الموت أو لحظات القبض، نعم، التي تسمى بالوفاة. الوفاة القرآن الكريم يطلقها في حالتين. الحالة الأولى يطلقها على حالة النوم، يعني تكون الوفاة في حالة النوم، وتكون الوفاة في حالة خروج الروح. والسبب في ذلك أن كلا الحالتين يلتقيان في غيبة الوعي. يعني الإنسان لما ينام يغيب وعيه، كذلك لما تخرج روحه يغيب يغيب وعيه. فالله عز وجل ذكر هذه الحقيقة في قوله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي هذه الغيبة تحصل عند الموت. والتي لم تمت في منامها. فعندنا حالتين من الوفاة: حالة النوم هي حالة غيبة وعي، وحالة كذلك خروج الروح هي حالة الوفاة. مسألة الوفاة نسبها الله سبحانه وتعالى في كيفية حدوثها. القرآن الكريم ينسبها تارة إلى الله كما في الآية: الله يتوفى الأنفس. لاحظ هنا، وهذه طبعا تشكل على كثير من الذين لا يربطون بين آيات القرآن ويتصورون بأن القرآن متعارض. يقول لك والله القرآن تارة ينسب الوفاء إلى الله، وتارة إلى ملك الموت، وتارة إلى رسول الله سبحانه وتعالى. تجدها هذه النسب كلها موجودة. الله يتوفى الأنفس حين موتها. ملك الموت ينسب إليه كذلك كذلك قل يتوفاكم ملك الموت. طيب الله يتوفى الأنفس، قل يتوفاكم ملك الموت، توفتهم رسلنا. طيب من الذي يقوم حقيقة بالوفاة؟ ما دام الله يقول الله يتوفى الأنفس، وهنا يقول يتوفاكم ملك الموت، وهنا يقول توفتهم رسلنا، هل في ذلك تعارض؟ قل ليس في ذلك تعارض. أولا بأن ملك الموت عبد مأمور، لا يستطيع قبض روح عبد إلا بأمر من الله. فالله سبحانه وتعالى صاحب الأمر في قضية قضية قبض الأرواح. الله الذي يكتب آجال الناس ويقضي فيها، وهو الذي يحدث الإمداد ويحدث التقصير. يعني إذا هنالك إمداد وتقصير فالله الذي يحدثه. ملك الموت يتلقى الأمر من الله، هو فقط منفذ.
هو منفذ عليكم. فإذا استطعت أن تتصور أن والله الله سبحانه وتعالى صاحب الأمر، اقبض روح فلان في التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية. ملك الموت هو صاحب الأمر التنفيذي، هو الذي يتولى تنفيذ هذا الأمر. طيب إيش مهمة الرسل؟ ملك الموت يقولون بأن له معاونين في قضية الموت. معاونين في قضية إيه؟ قضية الموت. فجاءت مثلا بعض الأحاديث بأن ملك الموت يعني يكلف هؤلاء بقبض الأرواح، فلان أقبض روحه. وبعض الأحاديث تشير إلى أن كل روح لابد أن يكون ملك الموت فيها إيه؟ حاضرا، يعني من يستلها هو ملك الموت، ثم يأخذها عنه الملائكة، يأخذها عنه الملائكة كما جاء في بعض الأحاديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث وهو على قبر من القبور وجالس حتى يحفر القبر اللي يدفن فيه أحد المسلمين، فنكت النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض بعود كان في يده، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال إلى الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة الرحمن، أتته ملائكة الرحمن وفي يدها أكفان وفي يدها المسك والعطور وكذا، ثم يجلس ملك الموت على رأسه، فكأنما من يباشر بصورة مباشرة يستلها من الجسد هو ملك إيه؟ ملك. قال: فإذا استلها لم يضعوها في يده طرفة عين، أخذوها منه أيا كان، يقبى مسلم ولا غير مسلم، يأخذ هذه الروح الملائكة المكلفة باستلامها. هذه الملائكة المكلفة باستلامها تتولى، إن كان طيبا فوضعه مختلف تماما، يأخذونه في هذا الكفن يعطرونه ويجمرونه ويحلون فيه، يعني يزينونه، ثم يرتفعون به إلى السماء، وتذهب إلى السماء هذه الروح وتفتح لها أبواب السماء، فيقال: من هذا؟ فيقال: هذا فلان عبد الله وكذا. فالحالة هذه تظل في كل نفس بشرية. طيب توفته رسولنا هنا، وبالتالي هنا كأنما الملائكة ساهمت مع ملك الموت في إيه؟ في وفاته أو في عملية الوفاة، فهي حاضرة. قول آخر أيضا ذهب إلى أن الملائكة تحرك وتجهز الشخص للموت من أرجله إلى أن تصل إلى صدره ثم يستلها ملك الموت. فالملائكة هي التي تهيئ وتحركه نحو الوفاة، وملك الموت هو الذي يستلها. الخلاصة على كل، الله سبحانه وتعالى صاحب الأمر والنهي في قضية الموت، وملك الموت والملائكة اللي هم رسل الموت هم المكلفين بتنفيذ. كيفياتها ليست مهمة الآن كثيرا، ولكن المؤكد أن هنالك حالة استلال للنفس، وبالتالي هنالك اختلاف بطبيعة الحال. فليست حالة النزع بالنسبة للمؤمن كحالة النزع بالنسبة للكافر. حالة النزع بالنسبة للمؤمن اللحظة التي خلاص يريد يتوفى هذا المتوفى، فإن الله يفتح له الحجب ويرى الملائكة. فأما من كان مؤمنا فيبشر، تأتيه البشرى، تأتيه البشرى، فيتبسم ويستريح. هذه أول بشرى في العتبة العتبة البرزخية. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، وبالتالي السلسلة التي ذكرتها، استلامه، تطيبه، فتح السماء له، ويصعد به إلى السماء، ثم بعد ذلك ينزل إلى الأرض، كل ذلك في فترة وجيزة إلى لحظة الدفن. أما الكافر والعياذ بالله فإن روحه تنزع نزعا كما ينزع الصفود من الصوف المبلول. يعني تلاحظ لما يكون هنالك جلد وتصب عليه ماء وتريد أن تنزع هذا الشعر من الجلد، أو تريد أن تنزع هذا الجلد من البهيمة مثلا، كيف سيكون النزع؟ النزع سيكون صعب جدا، وبالتالي ليست كحالة استلال النفس المؤمنة. وبالتالي الكافر والعياذ بالله أول ما يرى يعني الحالة هذه يقول: رب ارجعون، ويتمنى لو أن الله سبحانه وتعالى أعاده إلى الدنيا، ولكن هيهات. فهنا تبدأ في قضية أن الله يرفع به إلى السماء، فلا تفتح لهم أبواب السماء، ثم تطلق روحه إلى الأرض. على كل والعياذ بالله حالته ستكون طبعا مختلفة. وبالتالي حالة المؤمن عند نزع الموت حالة نعيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. حالة النفس الأخرى والعياذ بالله هي حالة بائسة، حالة مشؤومة، حالة مغضوب عليها، وبالتالي وضعه ليس كحال المسلم. طيب، هل هناك فرق بين المسلمين فيما بينهم في قضية
من يرى الملائكة ونزل الروح وإلى ذلك. هو عموما على كل الأحاديث تشير إلى إذا كان الشخص أصلا من أهل السعادة فسيكون إن شاء الله حاله كحال كل مؤمن، وإذا كان حاله كحال أهل الكفر. وبعض الأحاديث طبعا تشير المنافق، تقول وأما المنافق في الحديث نفسه، أما المؤمن كذا وأما المنافق، وفي رواية أخرى وأما الكافر. فالمنافق والكافر حالتهم واحدة، والمؤمنين حالتهم إيه؟ واحد. حتى لو كان هنالك يعني عقوبات سيخضع لها، هذه مسألة أخرى، لكن غالبا يخضع أهل الإيمان لمنطق واحد إن شاء الله. شكرا لك شيخنا. للحديث بقية مستمعينا الأفاضل، ولكن بعد هذا الفاصل. للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. خلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طول بهموم. خلينا أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. متابعينا الأفاضل، نرحب مجددا بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. مرحبا. حياكم. عودا على بدء فيما ذكرنا بعد الحديث عن أحداث قبض الروح والفرق بين المؤمن والكافر فيها، ماذا بعد هذا؟ طبعا بعد قبض الروح سندخل في مرحلة جديدة، وهي المرحلة البرزخية، مرحلة البرزخ. والبرزخ هو الحاجز الذي يكون بين أمرين،
حاجز يكون سواء كان حاجزا ماديا أو كان حاجزا حكميا. فعندك مثلا البرزخ الذي يكون بين الماء المالح والماء العذب، بينهما برزخ لا يبغيان. نعم. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فهنالك برزخ، هذا الفاصل بين الماءين يسمى برزخ. كذلك المرحلة التي تكون بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، يعني ما قبل القيامة، هذه المرحلة أيضا تسمى بالبرزخ. وجاء ذلك في قوله تبارك وتعالى: قال رب ارجعون، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالمرحلة إلى يوم البعث، هذه المرحلة من لحظة الموت إلى لحظة البعث تسمى المرحلة البرزخية. فهي مرحلة بين مرحلتين، أي بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. حقيقة من لحظة الموت يبدأ الإنسان في هذه المرحلة، وفيها على كل يكون الإنسان في قبره إذا أتيح له قبر، أو يكون ما شاء الله له أن يكون، لكنه في كل الأحوال يخضع لمرحلة البرزخ، لأنه ما كل الناس تقبر. هنالك من تأكله الذئاب والسباع والبحار، ومن لا تتاح له فرصة الدفن، هذا كله موجود، لكن كلهم يخضعون يخضعون للحالة البرزخية. الحالة البرزخية هذه طبعا فيها مفارقة الروح للجسد. الروح في عالم علوي والجسد في التراب، يعني مدفون على هذه الأرض أو على كل منثور في هذه الأرض. هذه الوضعية. لكنه في كل الأحوال تدل النصوص الشرعية على أن هذا الإنسان في هذه المرحلة إما أن يكون في حالة سعادة وإما أن يكون في حالة شقاء. تبدأ من هنا. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظ هنا القرآن نص على العرض، نص على على العرض، بأن الإنسان تعرض عليه أو يعرض عليه كما جاء في بعض الأحاديث مقعده. إن كان من أهل السعادة يعرض عليه مقعده في الجنة، أو تفتح له نافذة إلى الجنة. وإن كان من أهل النار والعياذ بالله تفتح له نافذة إلى إلى النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول ما يوضع الإنسان في هذا القبر، وذكرنا قضية الصعود ثم عودة بعد ذلك عندما يدفن، تعود روحه في هذه اللحظة مرة أخرى على جسده. تعود الروح مرة أخرى على جسده، ويأتيه الملكان اللي هو منكر ونكير ويسألانه أسئلة المعروفة، الأسئلة الثلاثة التي هي سيسأل عنها كل عبد. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عنها. من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فمن كان من أهل التوحيد وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعامل بكتاب الله وعارف له، فالإجابة واضحة: من ربك؟ ربي الله. ما كتابك؟ كتابي القرآن. ما نبيك أو ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإنه عبد الله ورسوله. ويقال له: عشت على اليقين ومت على اليقين وتبعث على اليقين. نعم. وهذه طبعا نعمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بها كل أهل الإسلام ويمتع بها السامعين. الثاني يقال له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فيقول: أما الكافر أو المنافق. هذه الأسئلة يصعب عليهم طبعا الآن بعض الناس يتصور بأنه والله هي أسئلة بسيطة يستطيع أن يجاوب كلها. هذه الأسئلة اللحظة التي تتحول أنت إلى البرزخ هي أسئلة: هل عشتها في حياتك؟ هل فعلا عبدت الله حق العبادة؟ هل أنت تعاملت مع الله بأنه الخالق المعبود وأنت والله العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل شهدت أن لا إله إلا الله على الحقيقة وأتيت بشروطها؟ هل فعلا وقفت مع كتاب الله تدبرا وتأملا وتلاوة ومعرفة بأحكامه؟ هل اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلى كل بقدر يعني حالة الإنسان مع هذه الأسئلة سيكون إن شاء الله النجاح والفلاح عند الله سبحانه. ثم هذا المنافق، هذا المؤمن بعد ذلك يفتح له النافذة، يقال له: هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، وهذا مقعدك. ثم تبلور بعد ذلك أعماله الصالحة في صورة رجل جميل، يأتيه في صورة فيؤانسه في قبره، فيؤانسه في فيعيش حالة من الأنس وليست الوحشة. هذه كلها طبعا الآن حالة برزخية، حالة برزخية نؤمن بها
بإخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا، خاصة. هي أن الله أخبرنا، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وبالتالي نحن نؤمن بهذا الوضع. الكافر لا، وضعه مختلف، فيضرب ويحصل له حالة من العذاب البرزخي. بعد ذلك ربما يحصل مفارقة للروح والجسد، بعد هذه اللحظة يحصل أيضا مفارقة أخرى، وهنا من كان من أهل النعيم وقع النعيم على جسده من جهة وعلى روحه من جهة، ولكن من جهتين منفصلتين. وكذلك الكافر وقع العذاب على روحه من جهة وعلى جسده من جهة، وهذا هو على كلنا المعتمد عند أهل السنة والجماعة. وهنالك من يقول بأن والله العذاب يقع على الروح فقط ولا يقع على الجسد، لكن الصحيح هو أنه يقع على كليهما، يقع على الجسد ويقع كذلك على الروح، ولكن بالكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، والقوانين الحاكمة والناظمة للمرحلة البرزخية. وبطبيعة الحال لا نستطيع أن نقول نفس القوانين، وبالتالي محاكمة المرحلة البرزخية لقوانين العقل التي نحن عليه ليست صحيحة. وبالتالي إما أن والله هنالك فعلا عذاب مباشر يقع على هذا الإنسان، وإما التعذيب يكون من خلال هذا العرض الذي ذكرناه، أن هذا تعرض عليه جهنم وهذا تعرض عليه الجنة. هذا تقريبا شاكر لك. طيب كيف نرد على من ينكر البرزخ لعدم وجود دليل عليه في القرآن الكريم؟ لا، هو طبعا هم لا يقولون بأن والله لا يوجد برزخ بوجود الآية أن هنالك برزخ، لكن هم يقولون لا يوجد عذاب في هذه المرحلة، ولا يوجد عقاب، ولا يوجد نعيم، فيقولون كل ذلك مؤجل إلى الآخرة. ويحاولوا طبعا استخدام قضايا عقلية في هذا الاتجاه، وبعضهم أيضا يحاول أن يستدل بالقضايا النقلية في ذلك، فيقولون بأن والله موضوع الحساب وموضوع العقاب هي مسألة تخضع لموازين وحساب وكذا، وبالتالي لا يحصل عذاب. لكن هذه نصت عليها على كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود كما ذكرت في الآية العرض الذي ذكره القرآن ذكر العرض. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا شكل من أشكال العذاب، يعني شخص يعرض عليها وتعرض عليه النار صباحا وتعرض، وبلا شك هذا عذاب ضخم جدا من الناحية المعنوية. لكن هنالك نصوص دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العذاب في هذه المرحلة. والله سبحانه وتعالى العليم الخبير بأحوال العباد، وهو العدل الحكم يحكم بين العباد بما شاء. فهذه المرحلة بما أن الشخص له أيضا عذاب في دنيا، الله عز وجل ذكر أشكال من العذاب في الدنيا، وذكر أشكال من العذاب في الآخرة. فما المانع أن تكون هنالك أشكال من العذاب في المرحلة مرحلة البرزخية. المرحلة البرزخية هنالك نمط من أنماط العذاب، ولكن يختلف عن العذاب الأخروي الأبدي الذي يدخل فيه الإنسان النار. فلا إشكال في تقديري في أن هنالك نصوص دلت بصورة واضحة صريحة وصحيحة على عذاب القبر. منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا طبيعة الحال أثبت عذاب القبر في هذه النصوص وغيرها. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا مر بالقبر بكى، فكان الصحابة يتعجبون، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي، فكان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أول منازل الآخرة، فمن كانت منزلته في هذا القبر هي روضة من رياض الجنة فما بعدها أيسر، ومن كان والعياذ بالله منزلته حفرة من حفر النار فما بعدها أصعب وأيسر. ولذلك الكافر لأنه يرى وكذلك المؤمن لأنه يرى هذه النافذة التي تفتح له وعرف مستقبله وعرف مآله، فإنه يقول ربي لا تقيم الساعة بالنسبة للكافر، وأما المؤمن يقول ربي أقم الساعة. نعم. جميل. طيب كيف يستيقظ الأموات إذا جاءت الساعة وقد تحللت أجسادهم ومحيت؟ نعم، طبعا هنا بس في حتة مهمة برضو أحب أنبه لها في موضوع المرحلة البرزخية. المرحلة البرزخية أيضا فيها أحكام مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بالمكفرات. في هذه المرحلة في الدنيا الإنسان له 4 مكفرات.
التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. كل ما هو متاح لنا في الدنيا هي هذه الأربعة: إما توبة مما ارتكبناه من كبائر وذنوب، وإما استغفار ولهج الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى والمحو عن طريق هذا الاستغفار، وإما الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وإما المصائب المكفرة ما يقع على الإنسان. هذا هو المتاح لنا. هنالك 3 أشياء متاحة بعد الموت مباشرة. أول شيء هو صلاة المؤمنين على المؤمن وعلى المسلم، فإنه من هذه اللحظة انتهت الأشياء الأربعة: توبة واستغفار وحسنات ماحية ومصائب مكفرة، انتهت. بقيت عندنا بقيت عندنا في المرحلة البرزخية صلوات المؤمنين. أول ما يأتي الإنسان ويصلى عليه قبل أن يدفن فإن ذلك مما يكفر له. إذن أنت العداد زي ما يقول هنا شغال من زاوية أخرى، انتماؤك لأهل الإسلام يفيدك في هذه المرحلة، فيصلون عليك ويدعون لك. إذن الدعاء والصلاة ما يقدمه كذلك الأولاد والأقرباء لهذا الميت، ما يقدمه لهذا الميت. أيضا أهوال القبر نفسه بالنسبة لأهل الإيمان، خاصة من كان مرتكبا لذنب من الذنوب مثل هؤلاء الآن الذين قلنا نميمة وغيبة وكذا، هؤلاء قد يعذبون بها في المرحلة البرزخية، ولكن كثرة العذاب فيها يخفف الله سبحانه وتعالى بها عليهم من ذنوبهم، فهي فيها عقوبات. كما أن الله سبحانه وتعالى في دنيانا ما يصيبنا من لأواء وما يصيبنا من مصائب فيها تكفير، فكذلك ما يصيب الإنسان في المرحلة البرزخية فيها مكفرات. فهنالك من يكفر الله لهم بالضغط، وهنالك من يكفر الله لهم ببعض أنواع العذاب والآلام. كل ذلك من الأشياء التي تقع للإنسان في هذه المرحلة، فهي على كل فيها من الأشياء المكفرة والتي يجب الإنسان أيضا أو يعني يستفيد منها بانتمائه للإيمان والإسلام. مسألة ما إيش كان السؤال؟ استيقاظ الأموات إذا جاء استيقاظ الأموات اللي هي مرحلة البعث. نعم. الله سبحانه وتعالى تحدث عن البعث. أول قال بأن الذين كفروا ينكرون البعث بطبيعة الحال، ويرون بأن الله ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالقرآن الكريم يربط في مسألة البعث، يربطها كذلك بقضية الحياة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح إلى غير ذلك من الآيات. فالله عز وجل ذكر بأن والله الكفار زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، فيها قسم. فالله عز وجل يقسم بأن الإنسان هذا سيأتيه البعث ويأتيه الإحياء بعد الموت، وليس في ذلك صعوبة، وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثل أو أن يحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى يربط ما بين الخلق الأول وما بين عملية الإحياء، دائما يكون هنالك ربط. يتكلم مثلا القرآن الكريم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. ثم قال كذلك الخروج، كذلك الخروج. عملية الخروج هي نفس عملية الإنبات. ما الذي يحصل في عملية الإحياء؟ هنالك أول نفختان نؤمن بهما بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعقة والفزع وإماتة الكل، هذه الأولى. كل من عليها فان. في هذه النفخة ما بين هذه النفخة وما بين نفخة البعث 40، في بعض الروايات 40 سنة، وفي بعضها كما قال أبو هريرة قال 40، قالوا 40 ماذا؟ قال لا أقول، سكت. هل هي 40 شهرا 40 يوما 40 سنة؟ على كل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الروايات ذكرت بأنها 40 سنة. طيب، ما بين النفخة الأولى وهذه النفخة سبحان الله المكلف بها الملك المكلف بها هو ممسك الآن بالصور، ممسك بالصور ويستعد لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه اللحظة مما ادخره الله لنفسه ولم يعلم به أحد، ويعلم إن الله عنده علم الساعة،
إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. طيب حصلت النفخة، مات الجميع، بقي الملك الديان. لمن الملك اليوم؟ لله. كل الناس ماتت ولم يبق إلا الله سبحانه وتعالى، ومن شاء من بعض عباده، هذه لها تفصيل على كل. ثم بعد 40 ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكن قبل النفخة الثانية جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل ماء من السماء، ينزل مطر، وفي بعضها عبارة ينزل الله ماء من السماء كمني الرجال، ينزل ماء كمني الرجال. وهنالك سبحان الله حكمة الله اقتضت بأن كل ابن آدم هنالك ما يعرف بعجب الذنب، وهي فقرة موجودة في آخر السلسلة الفقرية، يفنى الإنسان، يحترق، يفعل، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه الفقرة لتكون هي النقطة التي تبدأ منها البداية الثانية. وينزل الله سبحانه وتعالى هذا المطر فينبت الناس كما ينبت الزرع، فإذا نبتوا يعني كأنما تشكلت الحياة من جديد، ثم تبدأ النفخة قبل أن يخرجوا من قبورهم يحصل النبت، ثم النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. طبعا هنا تبدأ بعد كده البعث والخروج إلى الدار الآخرة، ومن هنا تبدأ على كل معنى أهوال أخرى وأعمال أخرى ونتائج كبيرة جدا ما بعد هذا الخروج. على كل فيه طبعا أحاديث كثيرة جدا، من الذي سيخرج، أول ما يخرج إبراهيم، أول ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، على كل هنالك أحاديث كثيرة في مسألة الخروج، لكن يخرج الجميع بالهزة الثانية هذه أو بالنفخة الثانية، فيخرجون ويكونون كلهم على تحصل عملية تحول طبعا في الكون كله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. هذا البروز الذي يهيئ الله تبارك وتعالى له أرضا ويهيئ له مكانا الذي ستضبط فيه الموازين وتوضع فيه الموازين، كل ذلك طبعا يكون بعد البعث. ولكن الكيفية هي هكذا، كيفية أن الله سبحانه وتعالى كما يحيي الأرض الميتة كذلك يحيي الأموات من البشر. جميل. طيب بعد قيام الساعة والنفخ في الصور وبعد أن قام الأموات ماذا يحصل؟ هل ممكن أن يموت الإنسان بعد هذا كله؟ هو على كل بعد الموت ستخضع أنت إلى سلسلة ما ذكرناها من قضية الآخرة، يعني أقصد بعد البعث بعث الإنسان. نعم. سيبدأ بعد ذلك في حياة أخرى أو في مرحلة أخرى، وهي مرحلة الحساب، مرحلة الموازين، مرحلة الكتب وتوزيعها، مرحلة الحساب الخاص مع الله سبحانه وتعالى، مرحلة ذهاب الناس أفواج إلى الجنة وكذلك أفواج إلى النار. كل ذلك سيحصل طبعا في هذه المرحلة. ثم بعد ذلك لا موت يمر على الإنسان، لأن الوضع سيتغير، القوانين ستتغير، سندخل في زمن من نوع آخر، ليس الزمن الذي نحن فيه. الزمن الذي نحن فيه مرتبط بحياتنا الدنيا ومبرمج من خلال حركة الشمس والقمر، فنحن كل 24 ساعة نحسبها بهذا الشكل. لكن اليوم عند الله سبحانه وتعالى مختلف تماما، والحياة الأخروية عند الله سبحانه وتعالى مختلفة تماما، ولها وضعيتها كذلك المختلفة. وبالتالي لا موت بعد هذه البعث، إما عذاب دائم والعياذ بالله، وإما نعيم دائم. وهل هذا يكون للمؤمن والكافر؟ بطبيعة الحال يكون للطرفين، فالمؤمنون لا يموتون، والكفار كذلك يتمنون الموت ولا يجدونه. يعني مثلا أهل النار والعياذ بالله لما يطول عليهم العذاب ينادوا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني خلاص يتمنون، حتى الكافر يتمنى أنه لو كان كان ترابا، تمنى أنه لم يكن شيئا مذكورا، أنه لو كان تراب، أنه لو كان حجر، أو لو كان شيء، على كل لا يخضع لهذا العذاب. فهو كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فهو يخضع لعملية التجدد المستمر والعذاب المستمر. يعني يحصل الإحراق ويحصل التعذيب على جسده وعلى جلده، ولكن يبقى من جديد أيضا يبدأ عملية التجدد حتى تكون عملية العذاب مستمرة. فهي حالة مستمرة من النعيم وحالة مستمرة كذلك من العذاب والعياذ بالله. شكرا لك شيخنا.
شكر موصول لكم أنتم السادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نجدد الشكر بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، شاكرين لك. أهلا وسهلا، حياكم الله. إلى لقاء في حلقات أخرى متابعينا الأفاضل في نفس التوقيت، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.